بعد ما اتجوزت لقيت رقم غريب بيرن على تليفوني. رديت وقلت الو، مين معايا؟ لقيته بيقولي انا واحد معجب بيكي من زمان. قفلت في وشه التليفون. فضل يرن طول اليوم بس انا قفلت التليفون اليوم ده، ومش عارفة ليه ما قلتش لجوزي. تاني يوم لما فتحت التليفون لقيته رن كتير وبعت رسايل شوية. بعد ما فتحته بدأ يتصل ويبعت رسايل وانا ما ردتش عليه. فضل على الحال ده اسبوع. واحدة واحدة بدأت أفرح كل ما يبعت رسايل أو يحاول يتصل، ممكن علشان جوزي عمره ما قالي كلمة حلوة. أنا عارفة إن ده مش عذر بس ضعف، ورديت عليه. اتحججت قدام نفسي إني عاوزة أعرف مين ده، وبدأنا نتكلم. قالي هو مين؟ طلع شاب من بلدنا أعرفه. قالي إنه بيحبني من زمان وكان ناوي يتقدملي بس جوزي سبقه واتجوزني، ورغم كده مش قادر ينساني. وقالي ياريت أرد عليه لما يتصل بيا يسمع صوتي بس، مش طالب أكتر من كده. صديته في الأول بس بعد كده بدأت أتكلم معاه في حاجات عادية ومكالمات. بعد مكالمات بدأت أتعلق بيه، واليوم اللي ما بنتكلمش فيه أحس إن ناقصني حاجة. اتصالاتي أنا وأحمد بدأت تزيد، وبدأ يكون في رسايل بيني وبينه. وبعد فترة صغيرة من كلامنا مكالماتنا ورسايلنا أخدت منحنى تاني خالص، ودخلنا في حاجات خارجة. وبصراحة أنا كنت متجاوبة معاه جدا، وحاسة إني بعيش قصة حب جميلة. وفي يوم بعد ما جوزي نام بالليل أخدت التليفون واتصلت بيه. التليفون جاب جرس والخط فتح بس محدش رد. قلت ألو أحمد، أنت سامعني؟ رد عليا صوت سلفي وقال لي إزيك يا مرات أخويا. سكت كتير بعد ما سمعت صوت سلفي وهو بيقول لي إزيك يا مرات أخويا. قفلت المكالمة على طول وشلت الخط من التليفون، وما بقتش عارفة إيه اللي بيحصل، وما نمتش من التفكير. لو سلفي طلع عارف اللي بيني وبين أحمد وقال لجوزي إيه اللي ممكن يحصل لي؟ فضلت طول الليل مش عارفة أتلم على أعصابي، وما حسيتش بنفسي إلا لما جه ميعاد مروح جوزي من الشغل. حاولت أتمالك أعصابي قدامه علشان ما يبانش عليا أي حاجة. وبعد ما جوزي مشي على الشغل بنص ساعة اتصلت عليه علشان أعرف لو سلفي قال له أي حاجة. رد عليا وكان صوته عادي جدا مفهوش أي تغيير. قفلت مع جوزي وقلت لنفسي حتى لو سلفي قال لجوزي فهو ما عندوش أي إثبات على أي حاجة. ده حتى أحمد ده أنا عمري ما خرجت معاه ولا حتى كلمته في الشارع، وجوزي عارف إن سلفي عاوز يطلقني من زمان فأكيد مش هيصدق. وبعد ما رجع جوزي من الشغل ما لاحظتش أي تغيير عليه وتعامل معايا عادي خالص. قلت لنفسي يا ترى سلفي ناوي على إيه وليه ما قالش لجوزي حاجة. تاني يوم بعد ما جوزي مشي على الشغل بنص ساعة الباب خبط. رحت فتحت لقيت سيلفي وقال لي عاوزك في موضوع، وطبعا انتي عارفة انا جاي ليه. قلتله اتفضل. دخل الانتريه وسألني امال فين علي؟ قلتله نايم لسه ما صحيش. قال لي كويس انه نايم علشان ما يسمعش الكلام اللي هيتقال ده. انتي طبعا عارفة انا جاي اكلمك في ايه. قلتله هعرف منين؟ ضحك ضحكة عالية جدا وبعدها كشر وقال لي ما خلاص يا مرات اخويا بلاش لف ودوران. قلتله لف ودوران ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. قال لي من الاخر كده انا اتفقت مع احمد يكلمك، وكل مكالمة كنتوا بتتكلموا فيها كنت ببقى قاعد جنبه وسامع المكالمة من اولها لاخرها. ها تحب اقولك كنتوا بتقولوا ايه كمان ولا كفاية كده؟ قلتله ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده كله محصلش وانا ما كلمتش حد، وحتى لو قلت لجوزي الكلام ده مش هيصدقك. قال لي مين قالك ان انا هقوله حاجة؟ وراح مطلع التليفون من جيبه وشغله على تسجيل ليا انا واحمد، وقال لي هو هيسمعك بنفسه، ومش هو بس دي بلدنا كلها تسمعك، بس ممكن نتفاهم. بعد ما سيلفي واجهني بالتسجيلات حسيت ان الدنيا سودت في وشي. زعقت فيه وقلتله حرام عليك بتعمل معايا كده ليه؟ انا عملت معاك ايه؟ انا عملت معاك ايه لكل ده؟ بلاش انا ما فكرتش في ابن اخوك قبل ما تعمل اللعبة دي كلها ليه؟ يلي كنت اول ما فكرت فيه قبل ما تخوني ابوه. قلت له انا ما خنتوش ومحدش لمس مني شعرة، كل ده كان مجرد كلام وانت عارف كده كويس. كنت منهارة وبعيط وكل اللي بيدور في بالي فضحتي اللي هتبقى على كل لسان. لما قالي ممكن نتفاهم ما كانش قدامي غير اني اقبل بكل اللي هو عايزه مع انه هو السبب في كل ده، بس علشان ما يفضحنيش كنت مستعدة اعمل اي حاجة. قلت له طلباتك؟ قال لي اطلب الطلاق وكمان تتنازلي عن كل حقوقك، قدامك اسبوع واحد بس، اسبوع ويوم تسجيلاتك ورسالك هتبقى على كل تليفون في البلد كلها، ومش بلدنا بس لا والبلاد اللي جنبنا كمان.
دي هتبقى ولا حكاية ألف ليلة وليلة. وضحك ضحكة عالية جدا وسابني ونزل. قعدت أسبوع مع جوزي، كان آخر أسبوع عشته في حياتي. كنت بودع في جوزي وشقتي وحياتي الكاملة. عشتها بدفع تمن غلطة واحدة بس في لحظة ضعف، وحتى بعد ما نفذت طلبات سيلفي ما عنديش أي ضمان يضمن لي إنه ما يفتحنيش بعد ما أعمل كل اللي هو عايزه. كان أملي الوحيد إني لما أسيب له الجمل بما حمل يسيبني في حالي. وبعد ما عدى الأسبوع أخدت ابني ورحت على بيت أهلي وطلبت الطلاق. جوزي وأهلي ما كانوش مصدقين اللي بيحصل، وكانوا فاكرين إن دي لحظة شيطان وهتعدي، بس أنا أصريت وقلبي كان بيتقطع. الغريب بقى إني وصلني إن سيلفي كان بيعجل جوزي ويقول له حافظ على بيتك علشان في بينكم طفل، وكان بيكلم ناس علشان يرجعني عن اللي في دماغي، علشان يبان قدام الناس إن هو راجل تقي ومفيش زيه. بس كل ده ما كفهوش سيلفي، محبش إني أطلق من غير فضيحة. وبعد كام يوم لقيت جوزي جاي بيت والدي وعينيه مليانة شر. والدي قابله قال له خير يا ابني، في ايه؟ جوزي قال له أنا عاوز ابني وبنتك اللي سيرتها على كل لسان ما تلزمنيش. والدي قال له احترم نفسك، أنا بنتي أشرف من الشرف. جوزي قال له شرف، وراح مطلع التسجيلات وسمعها لوالدي. أبويا دخل عليا الأوضة ضربني وأخد ابني مني، وأنا بعيط وصوت ماسكة في ابني وعمالة أتحايل عليه يسيبهولي. قال لي انتي حطيتي راسنا في الطين وأبوه أولى بيه. سيلفي ربنا ينتقم منه. بعت التسجيلات لكل البلد، وعلشان يبان انه ملوش علاقة بالموضوع ما قالش لجوزي، لأن كده جوزي كان هيعرف من بره. جوزي طلقني وأخد مني ابني. أبويا جات له جلطة، واخواتي قعدوا فترة كبيرة جدا ما يخرجوش من البيت علشان طبعا فضيحة أختهم. أما أنا فعايشة ميتة، فضيحتي ملازماني، حتى باب البيت ما بقتش أقدر أطل عليه. أهلي اللي عايشة معاهم مقاطعيني، أنا عايشة في فضيحة، حتى الزمن مش هيبقى كفيل إنه ينسيها للناس. هو مخطط لكل حاجة، وقعني في شر أعمالي واستغل لحظة ضعف علشان يدمرني. كان جوايا نار ناحيته، بس بعد شوية الموضوع هدى والناس اتلهيت في حياتها. وقتها كان جه وقت إن أنتقم منهم، أنتقم من كل اللي حواليا كلهم. ما يعرفوش إني مخططة لكل حاجة هتدمر بيتهم وابني هيرجع لي تاني. خرجت التليفون القديم من عندي من تحت المخدة، جوايا شعور غريب جدا بفرحة نسيت طعمها، يمكن علشان حسيت بهدوء نفس الكاس اللي شربته من أخوه. خدت الموبايل، وبعد ما الكل نام اتصلت بهدير صاحبتي اللي كانت على علم بكل حاجة من أول ما أخو جوزي رد عليا في التليفون قبل ما يخرب بيتي. كلمت هدير وعرفت منها إنها اتصاحبت على أخو جوزي وبقى بيتمنى يقابلها كمان. عرفت منها إنه حكالها عن سبب خراب بيتي، وإن والدته بتكرهني جدا علشان كانت عاوزاني اتجوز ابنها لبنت أختها، وكانت شايفاني أقل من إن أكون واحدة من عيلتهم، وكلام كتير جدا جارح علشان أهلي ناس على قد حالهم. وكمان إن والدته على علم بكل اللي هو عمله. والكارثة الأكبر بقى إن جوزي كمان كان عارف، وكانوا بيعملوا عليا تمثيلية علشان يحرموني من حقي ومن عيالي، وكان بيمثل عليا إنه زوج مثالي، مع إنه من جواه زهق مني وبيحاول يتخلص مني بأقل ضرر، حتى لو على حساب سمعتي أنا وولاده. كان ممكن التسجيلات اللي سجلتها هدير تفضحهم، بس برضو هيتقالي هي اللي سمحت لنفسها تكلم جوزها، وكان لازم أحس بانتقام شديد. المهم بدأت انتقامي في أول مقابلة بين هدير وجوزي. هدير وقتها كانت في أبهى صورة ليها، وجمالها الزيادة خلاها يجنن عليها. بعدها بقى بيطلب من هدير تقابل والدته بأي طريقة ومعاها والدها. خلتها هدير تقل عليه شوية، وبعدها قلتلها جه الوقت المناسب علشان تقابليه فعلا. كلمنا راجل كبير كده في السن، كان مدي شويتين، بس قلنا مش مشكلة. كان الراجل ده نعرفه كويس قوي، راجل مادي جدا. قلنا له هيمثل إن والد هدير بمقابل مادي، طبعا وافق على طول. أجرنا شقة في مكان نضيف جدا، وقلت لهدير تدي العنوان لأخو جوزي، وفعلا تمت المقابلة. ووالدتهم اتوهمت بالمستوى الاجتماعي بتاع هدير، وطبعا أنا عارفاها بتحب المظاهر، وكنت متوقعة إنها تتوهم كده. أما جوزي بقى كعادته مشلش عينه من على هدير، وهدير في المقابل بدأت تغريه بطريقة غير ملحوظة، ونفذت كل اللي قلتلها عليه بالحرف الواحد. وبعد ما الزيارة خلصت من غير ما يحسوا بحاجة، وهدير حست إن طليقي اتوهم بيها، مسكت تليفونه وكتبت له رقمها، وهو بيبتسم كده وحطه في جيبه. عمل بالظبط اللي كنت متوقعه، بدأ يتكلم معاها، وهدير بدأت تكلم الاتنين، أخو جوزي وجوزي نفسه، وبدأت تسجل كل المكالمات اللي تقدر عليها لحد ما جاتلي، وقعدنا مع بعض وقصينا كل حاجة. المكالمات اللي كانت بينها وبين طليقي ركبناها بطريقة معينة،
بطريقة خلتنا مستعدين لأي لحظة، لحد ما جه الوقت المناسب، وقت تنفيذ الخطة، وقت الانتقام. هدير اتصلت على طليقي وبدأت تعيط جامد وتشتم فيه وهو مش فاهم حاجة، واحنا كنا عارفين انه خلاص بقى مدمن هدير، بقت الاوكتشين بتاعه ومن غيرها مش بيعرف يتنفس. شوية شوية هدير قالت له اخوك زبالة، بيقولي اني هبقى بتاعتكم انتوا الاتنين. طليقي اتجنن واتهم اخوه انه اداله رقمها، بس ما صدقهوش. بعتت له التسجيلات اللي قصيناها وقفلنا السكة في وشه بعد ما لقيناه خلاص شبه اتجنن من الصدمة. كلمتني هدير وبعد ما طمنتني انه بلع الطعم نمنا. تاني يوم صحيت على خبر موت طليقي، مات بعد خناقة كبيرة جدا مع أخوه، والشرطة قبضت على أخوه واتهموه بالقتل. لبست هدومي بسرعة ورحت على بيتهم. والدته كانت بتصرخ، وأول ما شافتني سكتت من الصدمة، مشت ناحية ابني وخدته في حضني، أما هي فضلت تصرخ اطلعي من هنا، ما تاخديش حفيدي مني، ده من ريحته. بصيت لها باحتقار وقلت ابنك مات خلاص وأنا أولى بابني، ابني هربيه في بيتي، دي ما ينفعش يتربى في بيت إيطاليين. ومشيت وسط ذهول الجيران اللي قاعدين معاها، وهي من صدمة كلامي ما اتحركتش ولا نطقت بحرف واحد. بعد لما خرجت من بيتهم سمعت صوت الستات بتصرخ، عرفت ان ام طليقي يا اما اغمى عليها يا حصلها حاجة. تاني يوم نشرت كل المحادثات اللي كانت تبرك ليا نوعا ما، وانهم كانوا متفقين عليا كلهم، ومن غير ما حد يعرف ان انا اللي نشرتها زي ما هم عملوا فيا. قصيت كلام وركبته يبين اني ما كلمتش حد اصلا، والبركة طبعا في البرامج اللي كنت بشتغل بيها على التليفون ساعدتني كتير جدا في قص وتركيب الكلام. حاليا عايشة في بيت اهلي بربي عيالي وبس، ولحد النهاردة محدش يعرف اللي عملناه انا وهدير ولا ازاي اخدت حقي. بحس بوجع شديد جدا اني تسببت في موت ابو ولادي، بس عيبي اني ما بعرفش اسيب حقي، وما كانش في حل تاني اني ارجع سمعتي واولادي. غير كده بنصح اي ست متجوزة ما تتكلميش ابدا مع راجل غير جوزك، حتى لو جوزك انسان زبالة، اطلقي منه او كملي معاه من غير ما تستني حنية من راجل غيره. ودي كانت قصتي. ايه رأيكم؟ اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟